السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الرجالة المستمرة أو الرجالة اللي وقعت وبتحاول تقوم. النهاردة موضوع أنا لسه عارفه امبارح، والله 4 سنين كان الواحد فاكر نفسه عارف حاجات كتيرة جدا. أهم موضوع طلع لسه عارفه امبارح والله. دي الدرجات والمستقبل بتاعي. تمام، أنا من أول ما اتولدت كده، ده عمود حياتي، دي الأولوية الأساسية في حياتي. ما كانش الحق سبحانه وتعالى هو الأولوية الأساسية في حياتي دي. تمام، و90% مننا كده. بس الموضوع ده بيبقى خفي وبيبان وقت الجد. خلاص أهي، طول ما هي كويسة وماشية كويس خلاص مفيش مشاكل، الدنيا ماشية زي الفل. طيب، بدأ كده يحصل حاجة تخليك تحس ان ممكن الحكاية دي تتأثر. يعني مثلا ايه؟ إيه، مش عارف ايه، جا وقت كده عليك مش حلو، في خوف توتر الى اخره، تلاقي حياتك كلها كركبت، كلها كلها انت بقيت شخص غريب. فاهمني؟ انا اسف على الاضاءة، مفيش شمس ما اعرفش اعمل ايه. بقيت شخص غريب جدا. ايه اللي بيحصل بقى؟ العلامة بقى هنا، دي اللي بعتبرها العلامة الأساسية. الشيطان بيجي داخل على طول. أول ما يعني الحاجة الأساسية اللي أنت مثبت عليها حياتك وهي الأولوية القصوى عندك بدأ يحصل فيها لخبطة، يجي دور الشيطان على طول، بينتهز الفرصة. يجي على طول يرمي لك الذنوب وحاجات كتيرة تخليك ايه اللي هو ايه. طب ريح نفسك، طب مش عارف ايه، طب تعالى انا هوريك بس الخلطة السحرية، الدواء بتاعي هكتب لك على دواء كده، اعمله وان شاء الله تبقى زي الفل. تعمله خطوه ورا خطوه ورا خطوه خطوه، قلبك يبوظ واللي انت كنت عايزه يبوظ، وي 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 وي. فاهمني؟ السيناريو ده بيحصل عند ناس كتير. لسه حد كان كاتب لي على التليجرام برضو ان انا الايام دي، يا محمد مادام انا خلاص لاقي نفسي ماشي تمام ودنيتي ماشيه تمام ومستقبلي مش متاثر، الذنوب بستسهلها. فاهمني؟ فحرفيا يعني الموضوع غريب. ايه المشكله بقى بتاعت الموضوع ده؟ المشكله ان انت هتستعبد بمعنى الكلمة. هتستعبد بمعنى الكلمة. يعني هيبقى الموضوع ده هو يسبب لك الخوف والتوتر، وهو أكبر مدخل للشيطان عندك. هو أنت أصل إيه معنى التوحيد يا إخوانا؟ لا إله إلا الله، صح؟ يعني لا خوف إلا من الله. طالما أنت كده في حاجة بتخاف منها أكتر ومقدمها على الله، يبقى أنت إيه؟ هي دي إله؟ المفروض دي مش إله، بس أنت بتخاف أكتر منها. يبقى أنت في خلل هنا كبير جدا، عامل لك باب واسع جدا للشيطان كده، هيدخل لك منه دخلات يعني لا نهائية. فاهمني؟ طب هل يعني سؤال، هل لو انا فعلا العماد بتاع حياتي هو ده، حياتي هتمشي حلو كده؟ اطلاقا. الدنيا، انا بتكلم على الدنيا، سيبك من الاخره، الاخره ما احنا ما عارفين الوضع يعني ماشي ازاي. الدنيا هتمشي يعني ولا ماشي ومخلي الله اولا؟ ده لا بيجيله خوف التوتر اللي هو اللي بيموتك، ولا الشيطان بيقعد يوقعه في حاجات كتيره، ولا بيدخل في دوائر ما بيخلصش منها، ولا الحكايه دي مستعبداه، عايش حر، عايش حر، ملك. فاهمني؟ بس. طيب، على فكرة مش لازم الدراسة والمستقبل، ممكن أي حاجة تانية تخليك كده. إيه العلامة يا محمد؟ يعني أيوة، إيه العلامة؟ العلامة اللي أنا شفتها في نفسي إن أنت لا، لما بتجي خلاص يعني الحاجة اللي أنت مخليها الأولوية دي تحس إنها بتبوظ أو بتحس إنها بتكركب أو كده، كل حاجة يعني حياتك كلها تتقلب. تمام؟ ساعتها بتبقى ناس الحق سبحانه وتعالى أصلا. فانت كده عايش حياة حرفيا يعني على الهامش. هو ده اللي انت مثبت عليه حياتك، هو شوية الدرجات والمستقبل المكتوبين من بدري. طيب، ازاي بقى تخلي الله اولا؟ اللي يعرف يكتب لي يعني، بس انا دي لسه حاجات جديدة علي. تخلي الله اولا، تدريب وعلم. تدريب وعلم، يعني تدرب نفسك. هتخلي نفسك خلاص انا معايا مذاكرة ومش عارف ايه، والاذان بيأذن، ابدأ بالاذان اول حاجة وروح صلي. والتانية، ان انت ما تعصيش ربنا ابدا 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 لتخفيف توتر او قلق او اي حاجه. هتعيش حياه جحيميه. انا دايما مباشر في الكلام، ما بحبش اللف والدوران. هتعيش حياه جحيميه وحشه جدا والله. خلاص، دي الحاجات البارزه بالذات عند الشباب يعني. بس، وما تخافش من حاجه وما تتوترش من حاجه. كل لما يجي لك الشعور بتاع خوف التوتر، الفكره بتاعت الشيطان اللي بيرميها انك انت هريحك بس تعالى اسمع كلامي هعمل كذا كذا، على طول رد.
طز طز. انا اولويتي مش كده، انا اولويتي ربنا. خلاص، تحرر. طز. ايه عايز تخوفني بايه؟ درجاتي ومستقبلي ومش عارف ايه وهتوريني طز فيك طز فيك وفيها، مش اولويتي. وهتاجي تبع وهتاجي اكتر من اللي انت كنت عايزه. مش كلام، ده مش كلام ولا كلام نظري. طز طز. ايه بتخوفني؟ طز طز طز. الله اولا، الله اولا، بالتدريب، واحده 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 تعيش حر. واللي انت كنت عايزه في الدنيا ده هيجيلك تحت رجلك، لان في مقوله بتقول ايه؟ الله اولا ثم تاتيك الدنيا وهي راغمه، يعني تحت رجلك مذلوله. غير كده تستعبدك وهتذلك وهتهينك، هتهينك وهتوصلك لمراحل هتبقى عامل زي بني ادم كده، ايه، مهان والله، ماشي على الارض وبيبان على سمتك، والله بيبان على سمتك. فاهمني؟ يبقى الاولى بالتدريب، انك تبقى مع الله ازاي، تخلي الله اولا ازاي، بالتدريب. التانية بالعلم بقى، يعني انت وبتعمل فطارك، انت وبتعمل الرياضه بتاعتك، انت وبتعمل كذا، دايما اسمع عن الحق سبحانه وتعالى. الصحابه، النبي عليه الصلاه والسلام، ازاي الناس دي كانت بتقدم ربنا دايما. عشان كده كانت ما تقدرش عليهم لا نفسهم ولا شيطانهم. قفلوا باب كبير بتاع لا اله الا الله، ما بخافش من حد غير ربنا. تمام؟ مفيش حاجه متحكمه فيهم، مفيش حاجه مستعبداهم. فاهمني؟ قفلوا الباب ده. الموضوع ده مهم جدا، سبحان الله. الحمد لله ان ربنا يعني كشف الواحد عشان الواحد يعدل نيته. احنا الطريق اللي ماشيين فيه ده جميل جدا. شوف، مع انه جميل جدا الطريق اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي، اللي هو الالتزام وجيب اخرك ومش عارف، وبنبني عقليه التزاميه جامده قويه جدا جدا والى اخره. بس يعني سبحان الله النيه ما كانتش في الاول ان هو برضو كنت مقدم الالتزام. لا، دلوقتي الواحد خلاص اتضحت، قدم الحق سبحانه وتعالى على كل حاجه. ازاي؟ تدريب. تزود علمك عن الله، علمك عن الدنيا. الدنيا دي ايه، الاخره كده. اسمع، حتى مش لازم تتخصص جزء، يعني اسمع انت وبتعمل حاجه. فاهمني؟ حريه، تعيش حر يعني. ربنا ان شاء الله يفهمنا معنى التوحيد الحقيقي يعني، ويخلينا من اهله ان شاء الله. السلام عليكم.